أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أفضل المحامد على كل حال، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين، نهاية ما ينبغي أن يذكره الذاكرون. ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبر الله صدع قلوبنا وغفر جميع ذنوبنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا وتوفر دواعينا لما يرضيه عنا ويحوينا بمنه وكرمه. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح لنا وعنا بها ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. قال الناظم رحمه الله ونفعنا وإياكم بركاته وبعلومه. آمين. باب المسح على الجبيرة والخفين. الأول معذرة على الغياب اليومين سبب تعب، هذا ما كان شوية إرهاق هذا ما كان. واحد قبيلك هي ما تعتذر ما والو هاولك الصندوق روح حط الضريبة وخلاص. عموما إن شاء الله خير. باب المسح على الجبيرة والخفين. نعم، أي هذا باب ترجم عنه الفقهاء بالمسح على الجبيرة. وشوفوا الناظم ذكره بعد التيمم مباشرة، بعد التيمم ثم ذكر المسح على الخفين ثم المسح على الجبيرة عفوا ثم المسح على الخفين، لأن الثلاثة تنوب على الوضوء، سواء التيمم أو المسح على الجبيرة أو المسح على الخفين، الثلاثة تنوب عن الوضوء أو الغسل، لكن التيمم ينوب عن الكل، والمسح على الجبيرة والخفين ينوبان عن البعض وليس الكل. سنأتي على التفصيل بحول الله تبارك وتعالى. والدليل ما رواه ابن ماجه عن ابن عباس أن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال. كاين اللي قالوا له ما يكفيك تتيمم وإنما يجب عليك الغسل. الحديث روي برواياتنا بمتون مختلفة. فأمر بالاغتسال فاغتسل فكز فمات، مات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله. أولم يكن شفاء العي السؤال؟ ماك عارف روح سول. أولم يكن شفاء العي السؤال؟ قال عطاء وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجراح. يغسل الجسد نتاعو، أصابته جنابة وهو مجروح في رأسه واستعمال الماء يضره، يغسل الجسد نتاعو كامل ما عدا المكان اللي مجروح ما يغسلوش. هذا إذا لم يكن المكان المجروح يتضرر بغسل باقي الجسد. أما إذا كان غسل الجسد نتاعو والبلاصة المجروحة تتضرر بغسل الجسد، كأن يصيبه برد على سبيل المثال وينتقل البرد إلى الجرح، هنا يسقط عنه الغسل ويتيمم، الغسل كل يسقط عنه أو جاينا بالتفصيل ويتيمم. فهذا الدليل العام على جواز المسح، على جواز نعم ترك الغسل لمجروح والمسح على المكان المجروح. يقول الناظم إن خفت غسل الجرح إن خفت غسل الجرح كالتيمم، كأسباب التيمم. أسباب التيمم ياش؟ عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله
أو خوف استعماله ليمرض صاحبه، أو كان مريضا فيزيد مرضه، أو كان مريضا ويتأخر برؤه، هذه كلها أسباب. تمام؟ فيقول لك نفس الأسباب التي هي للتيمم هي كذلك إن خفت غسل جرحك بنفس الأسباب فامسحه. هذا كلام قال لك إن خفت غسل الجرح كالتيمم فامسحه، أو امسح ما يتقى للألم. طيب قدرنا لو واحد منا مصاب بجرح، إن غسل ذلك الجرح يمرض، هنا واش يدير؟ يغسل كل الأعضاء ما عدا هذاك الجرح، يمسح عليه كما يمسح راسه. شفت يدير الماء في يديه وينفضهم ومن بعد يمسح راسه، هكذا يدير الماء في يديه وينفض ويمسح على هذاك الجرح. هذا إذا كان الجرح معليش حاجة، معليش طبة وإلا معليش البانسمون وإلا ما كانش مكسور وداير هذيك شو يسموها هي جبيرة بلاطر وهكذا دوالي، هذا يمسح فوق الجرح، أو يمسح فوق ما استعمل فوق الجرح أو داير لك أو ما يتقى للألم. إذا داير حاجة يتقي بها الألم، سواء شويطة أو كتانة عموما، أو داير بلاطر أو داير عصي باش يجبر بهم ورابطهم، يمسح فوق ما فعله فوق الجرح. تمام؟ أو ما يتقى للألم. أو أعطيك مثل الجبيرات أو القرطاس أو العصابات وشد الرأس، هذا 4. الجبيرات هو الدواء الذي يجبر به الجرح، كما الدواء الأبيض هذا اللي يديروه لك في السبيطار فوق الجرح، هذا يسمى جبيرة. وقيل الجبيرة هي كل ما يجبر بها الجرح مهما كانت، شرميطة ولا عصا ولا عدان ولا اللي هو هذه الأول. ثانيا أو القرطاس اللي هي البونسمو هذه، وإلا كما هذه اللاصقات اللي يديروهم مباشرة من فوق الجرح، هذه تسمى القرطاس. تمام؟ أو العصابات وهي ما يعصب به الجرح، هذه البونسمو عموما، العصابات زيد. وشد الرأس كل ما يشد به الرأس ولو عمامة فإنه يمسح فوق هذه الأمور 4. قدرنا لو الواحد رأسه مجروح، أيوة سكتوا ولا نوض؟ أسمع، اسكت، سقم روحك، نوض واللي من هنا، نوض واللي من الجهة الثانية. تمام؟ قدرنا لو الواحد مجروح راسه أكرمكم الله، اسأل الله أن يعافينا وإياكم، ولابس عليه عمامة أو لابس عليه شاشية كما هذه، تمام؟ وأراد أن يتوضأ وضوء عادي ويمسح فوق عمامته، يمسح فوق عمامته أو يمسح فوق قلنسوته، ما ينحيهاش لأن رأسه يتضرر. شوفوا يصلي في ذاك واحد، وإنما يمسح فوق عمامته. قدرنا لو أن جزءا من شعره باد، الجرح على سبيل المثال هنا في أخ الرأس وجزء من شعره هنا بادي، تمام؟ يمسح على هذا الجزء نتاع الشعر ويكمل الباقي فوق العمام، ما ينحيهاش. خلاص؟ يمسح هذا الجزء نتاع الشعر اللي باين ويكمل المسح فوق العمام، ما ينحيهاش، أو فوق القلنسوة. هنا وين يجوز المسح على الرأس. كذلك في الشتاء على سبيل المثال اللي مجربين أنه لما يتوضى الصباح ويمسح على رأسه يوجعوا رأسه، كاين اللي عنده رسمي يوجعوا رأسه في الشتاء بسبب مسح الرأس، هذا كذلك يجوز له أن يمسح على عمامته، يلبس العمامة نتاعو ويتوضأ ويمسح عليه. تمام؟ أو جاينا القدام في مسح النبي صلى الله عليه وسلم على عمامته، مثل الجبيرات أو القرطاس أو العصابات وشد الراس. زيد وإن بغسل أو بلا طهر كإن انتشرت، حتى لو كان هذا المسح من غسل جنابة أو حيض أو نفاس. تمام؟ هو أراد أن يغتسل من الجنابة، أو أرادت المرأة أن تغتسل من الحيض أو تغتسل من النفاس أو تغتسل من الجنابة، وكان جرح في جسدها
إذا مسه الماء يمرض أو يزيد مرضه أو يتأخر برؤه، هذاك المكان تمسح عليه ولا تغسله، وغسلها صحيح، تغسل باقي الجسم كامل ما عدا هذاك المكان تمسح عليه ولا تغسله. هذا قلنا إذا لم يتضرر الجرح بغسل باقي الجسد. إذا كان على سبيل المثال إنسان مجروح جرح بليغ، ولو اغتسل حتى لو لم يمس الماء الجرح يزيد يمرض، هذا لا يجوز له أن يغتسل، وإنما ينتقل مباشرة للتيمم أو جينا الكتاب ويتيمم حتى يبرأ جرحه ولو بعد عام، حتى يبرأ جرحه. فإن استعمل الماء وزاد ضرره فعليه الإثم عند الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما مش من الله سبحانه وتعالى اللي يكلف، وإنما كلف نفسه. لذلك قال لك وإن بغسل زيد أو بلا طهر، نفس الشيء، أي يجوز المسح على ما ذكر ولو بلا طهارة، بأن جعل الدواء أو العصابة ونحوهما على غير طهارة. الهل للتجرح ما كان طاهر، ربما كان على جنابة أصلا أو كان على غير وضوء أصلا الوقت اللي التجرح. هنا موش بالضرورة يقول أني قبل أني كنت على جنابة، نقول له خلاص ما حدث قبل الجرح لا عمل له هنا، إنما الأصل بعد الجرح وليس قبله، أي حتى لو لما جرح كان على غير طهارة، فإنه إذا أراد أن يصلي وأراد أن يغتسل فإنه يمسح على جرحه ولا يغسله، أو يمسح على ما وضع على جرحه، بلاطر وإلا دواء وإلا اللي هو يمسح عليه، يدير المفيد وينفض ثم يمسح على ذلك الجرح، وإن بغسل أو بلا طهر. كأن انتشرت كذلك إذا كان الجرح منتشرا في البدن، مجروح في عدة بلايص ما ولا في بلاصة واحدة، هنا كل بلايص لا يمسح عليه، ما يغسلهمش لا يمسح عليه، ولكن ذلك هنا قيد، لا شرط إن صح معظم البدن. أما إذا كان معظم البدن مجروح هذا ينتقل مباشرة للتيمم ولا يجوز له أن يغتسل أو يتوضأ. تمام؟ إذا كان معظم البدن مجروح في يده في رجله في ظهره في كرشه كذا وكذا وكذا، أسأل الله العافية لنا ولكم، هذا مباشرة ينتقل لواش؟ للتيمم. مع أنه كان جاي يغتسل وين يكفيه يعني يصب الماء والله وين يكفيه، فيتضرر لا محالة. هنا ذلك دلنا قيد إن صح معظم البدن، أكثر البدن صحيح واللي مريض اللقلي، أما إذا كان أكثر البدن مريضا واللي صحيح اللقلي هنا ينتقل مباشرة للتيمم. تمام؟ إن صح معظم البدن زيد أو قل ما صح أن مرينا عليه، وغسل السالم لم يؤذي الجروح أو يؤلم. أما إذا كان ما يصح قليل، تمام، فإن غسل السالم يؤذي الجروح. قدرنا على سبيل المثال الجسم نتاعو صحيح والجروح فيه قليلة، أو الجسم نتاعو مجروح والمكان الصحيح فيه قليل، فإن اغتسل تتضرر الجروح. أو قال لك وغسل السالم لم يؤذي للجروح، هذا شرط، ولم يوالم ما هو يزيد في الألم. أما إذا زاد في الألم أو تؤذى جروحه فإنه ينتقل مباشرة للتيمم. أو قل ما صح وغسل السالم لم يؤذي للجروح ولم يؤلم زيد. فإن يكن جرح بأعضاء البدن يتركه وللوضوء ينتقل. إذا كان هذا الجرح بأعضاء البدن أي أعضاء التيمم، وهي الوجه واليدان إلى الكوعين، ولم يكن مسحهما أو مسحهما بماء ولا تراب يتركه وللوضوء ينتقل، أي يترك المسح وليس التيمم،
يترك المسح وينتقل للوضوء، أي يترك أعضاء البدن التي تعذر مسحها وينتقل إلى وضوء ناقص بأن يمسح رأسه وينوي عنده فرض الوضوء ويمسح أذنيه ويغسل رجليه ويصلي كيفما استطاع. هنا لو كان نجم نطلوا لقوه ما غسلش لا وجهه ولا يديه، هنا يقول لك لا، ينتقل إلى وضوء ناقص أفضل من أن يتيمم تيمما ناقص. لأن قلنا بأن أعضاء الوضوء أعضاء التيمم هي اللي أصابتها الجروح، أعضاء التيمم اليدين والوجه، تمام؟ أعضاء التيمم اليدين والوجه مجروح فيهما، هنا وش يدير؟ يخلي المسح ويتوضأ وضوءا ناقصا. علاش؟ لأن الصلاة بوضوء ناقص أفضل من الصلاة بتيمم ناقص، لأن أعضاء التيمم هم اللي مرضى. فهمتوا ولا؟ معلش خليه يأذن ونعودها. نعم، إذا كان الجرح في أعضاء التيمم، أشمل أعضاء التيمم؟ اليدين نعم، اليدين إلى الكوعين والوجه، تمام؟ طيب، إذا كان الجرح في أعضاء التيمم وتعذر عليه مسه، ما يقدرش يمس الجرح، أو إذا مسه يزيد الألم، تمام؟ أيوه، فإنه يتوضأ، ركزوا معي مليح، يتوضأ ولا يغسل مكان الجرح. قدرنا أنه مجروح في وجهه، يتوضأ عادي ما عدا وجهه اللي ما يغسلوش، تمام؟ فإنه يتوضأ ويترك ما لا يقدر على مسه من غير غسل ولا تيمم، ما يغسلوا ما يتيمم. لأن وضوءا ناقصا، هنا الوضوء جابوا ولا ما جابوا؟ وش اللي ناقص فيه؟ لا الوجه، لأن وضوءا ناقصا خير من تيمم ناقص. أشنو التيمم الناقص؟ قدرنا نقولوا له ما توضاش، تمام؟ تيمم. واش يمسح في التيمم؟ لا يديه، وجهه ما يقدرش يمسحه. إذن وضوء ناقص أفضل من تيمم ناقص. فهمتوا هذه المسألة زين؟ جميل. فإن يكون جرح بأعضاء البدن يتركه وللوضوء ينتقل، أو كان ذا الجرح بأعضاء الوضوء فجمع ماء مع صعيد قدرنا. كان الجرح بأعضاء الوضوء الأخرى غير اليدين والوجه، كأن مجروح في رأسه أو مجروح في قدميه بسبب نار، تمام؟ هنا وش يدير؟ يجمع بين الوضوء والتيمم. وش يدير؟ يتوضأ عادي، رجليه ما يغسلهمش، ويتيمم. هنا وش دار؟ جمع بين وضوء ناقص زائد تيمم كامل. فهمتوا المسألة زين؟ شكون ما فهماش؟ طيب، هذه الحالة هذه للعلماء ذكروا فيها 4 أقوال. الذي عليه المالكية هذا هو القول الثاني، ما هو؟ أن يتيمم مباشرة، لا يجمع لا بين ماء ولا تيمم، وإنما يتيمم مباشرة. الثالث يتطهر بالماء وضوءا ناقصا فقط ويترك التيمم، يقول يتوضأ وما يتيممش. والرابع إذا كان المجروح قليلا غسل الصحيح فقط واكتفى بالمائية اللي هي طهارة المائية الناقصة عن التيمم، وإلا بإن كان المجروح كثيرا والصحيح قليلا يتيمم فقط. احنا اللي يهمنا من هذا التفصيل تقريبا القول الأول والثاني، وهما إذا استطاع أن يجمع بين الوضوء والتيمم فليفعل، إذا لم يستطع فليتيمم مباشرة، تمام؟ أو كان ذا الجرح بأعضاء الوضوء فجمع ماء مع صعيد قدره. زيد. وخص مسح الخف الأنثى وذكر أو ذكر في حضر من غير حد أو سفر. مسح الخفين يجوز للذكر والأنثى معا، ويحجينا ما هو الخف وما هي شروطه، تمام؟ يجوز للذكر والأنثى على حد السواء،
ولا فرق بينهما. هذه الأولى. ثانيا من غير حد، لم يحد لا بيوم وليلة ولا يومين ولا 3 أيام ولا 4 أيام ولا أسبوع. لو أراد أن يمسح على خفه أسبوعا كاملا فليفعل، إنما يستحب له أن ينزعه يوم الجمعة ليغتسل. تمام؟ هذه الثانية. من غير حد أو سفر، كذلك لا يقيد بكونه مسافرا ولا كونه في الحضر. أيوة ريح ولدي، يلا، ولا بغيت تروح الدار كمشي. قلنا من غير حد، بخلاف المذاهب الأخرى كالحنابلة والشافعية حدوه بيوم وليلة ولهم أدلتهم في ذلك. عند المالكية لا حد، بإمكانه أن يمسح على الخف ولو أسبوعا كاملا، وإنما فقط يستحب له أن ينزعه يوم الجمعة من أجل الغسل بشرط جلد. طيب الآن سيذكر لنا الشروط التي تتوفر في الخف. شروط هنا 6 في الممسوح اللي هو الخف، و5 في الماسح اللي هو المصلي. الشرط الأول أن يكون الخف من جلد، أما إذا كان من أي نوع من أنواع المصنوعات فلا يسمى خفا. أن نقول لك الشروط عند المالكية قد تخالفها بعض الشروط عند الحنابلة. تمام؟ طيب الحنابلة فرقوا بين الخف وبين الجوارب. هذه الأولى. أولا أن يكون مصنوعا من جلد. ثانيا أن يكون طاهرا، هذا الجلد أن يكون طاهرا، لا جلد خنزير لا جلد ميتة ولو مدبوغا، وإنما يكون جلدا طاهرا من الأنعام المذكات المدبوغ. تمام؟ طيب. والثاني أن يكون طاهرا فلا يجوز المسح على الخف من جلد نجس إلى آخر الشروط. الثالث أن يكون مخروزا لا مصمرا. ايش معناه مخروزا؟ مخيط. جميل. مخيط بالسيور والله بالجلد والله بالخيوط والله، المهم أن يكون مخروزا، أي مخيطا بسيور أو خيوط ونحوهما، فلا يجوز المسح عليه إذا كان ملصقا داير له لصقة الغيرها قطيكس ولا أنواع، لا، يجب أن يكون مخروزا. نعم. الرابع أن يمكن تتابع المشي به، ما يقول لك لازم نلبسه ونلبس معاه صباط، خاطر هو ما نقدر نمشي به في الشارع، ما يتحمل الحجار وما يتحمل كذا وما يتحمل يمكن تتابع المشي به. طيب في الظروف العادية، موش اللي يسكن في الجبل والله اللي يسكن في كذا هذا لازم يلبس معه حاجة، لأنه مصنوع من جلد، وقد يكون الجلد غير موش كما جلد البقرة، كما جلد الضأن والماعز وغيرها. تمام؟ جميل. يمكن تتابع المشي به. الخامس أن يتعدى خرزه الكعبين، يكون الخف فوق الكعبين، ما في مستواهم ما تحتهم، أن يكون فوق الكعبين. تمام؟ يعني الكعبين مستورين، هذا الشرط الخامس. السادس أن لا يكون عليه حائل من طين ولا شمع ولا غيرهما، فإن كان عليه حائل يجب أن ينزع قبل ما تمسح عليه، تنحدك الطين والله تنحدك الشمع والله تنحدك تمام؟ أي. السادس فإذا مسح عليه من فوق حائل وجب إعادة المسح. كم ذكرنا الآن من شرط؟ 6. أن يكون من جلد طاهر مخروز يمكن تتابع المشي به، وفوق الكعبين زيد، وألا مخروزا وفوق الكعبين، وألا يغطى بطين أو شمع. هذو 6 شروط.
هل الشروط هذه تنطبق على النجاسة ولا ما تنطبق؟ على ما تنطبق؟ نعم فيه الغراء ولكن مخيط، طل فيه تلقاه مخيط، ولكن مخيط في الأصل مع السميلة، هذه زينة. زيد فوق الكعبين ولا لا؟ يمكن تتابع المشي به ولا لا؟ زيد أشو الشرط اللي ما هو فيه؟ نعم ومصنوع من جلد. الأصل تاع الجلد لا يجوز لنا أن نسأل عنه، لا يجوز لنا أن نسأل عنه. هذا ما يجب أن يفقهه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ثيابا يمنية وفارسية، والفرس كفار حينها واليمن كفار حينها، ولم يكن يسأل عنها طاهرة أو نجسة وكان يلبسها. استحب العلماء غسلها قبل لبسها. يقول لك فإن تعلقت بها نجاسة، هذا إذا لم تكن تصنع في بلاد المسلمين. هو وين يصنع؟ في بلاد المسلمين ولا بلاد الكفار؟ في بلاد المسلمين. تمام؟ إذا فيه شرط ما فيش قولوا لي، ما كان حتى مشكل. المسمار تباعا وليس أصلا، هو مخيط مع السميلة. خلاص. ونزيد حاجة، الرجاس ما فيش المسمار، لا لو كان درتو ليه انت ما فيش فيه أصلي. يا راجل أني 8 سنين وأنا لابس، وش تقول لي أنا العظيم؟ مخيط مع السميلة، ليس فيه مسمار إلا إذا أنت سمرته، ليس فيه مسمار. والله خليتونا نقولوا الكلام اللي طيب. نعم حذاء خاص وينه؟ ما كانت في الشروط الفقهية، ما كانت في الشروط الفقهية. هل هذا شرط من الشروط؟ ما فهمتك. لا، والذين يلبسونه ترخيصا هل يجوز المسح عليه أو لا؟ لا، شوف، لا نضيف شرطا ما لم يضيفه العلماء، لا نضيف شرطا لم يضيفه العلماء. لا، بإمكانك أن تصنعه برا كل شيء، بإمكانك أن يقول لك. تمام؟ إذن في هذه المسألة كل حذاء توفرت فيه هذه الشروط أو كل خف توفرت فيه هذه الشروط جاز المسح عليه. الآن ذكرنا شروط على الممسوح. شروط الماسح شحال سنأتي عليها. ما هي؟ استغفر الله. أولا أن يلبسه على طهارة مائية، معناه يتوضأ تمام ويلبس الخف نتاعو، موش يغسل رجليه ويلبس الخف ومن بعد يكمل الوضوء نتاعو. فهمتم ليه؟ ولا يلبس على الطهارة الترابية، يتيمم ومن بعد يلبس الخفين ومن بعد هذا الشرط الأول. أن يلبس على طهارة مائية، أو ذلك بكامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية. بلا ترفه ولا معصية عند المالكية، عند غيرهم يجوز المسح عليه. أما المالكية اشترطوا أن يلبس بلا ترفه ولا معصية. إذا كان الوقت نخلوا هذا الباب الغدوة إن شاء الله بحول الله تبارك وتعالى. وما بقى فيه ياسر. خلوا الغدوة. إيه غدوة الخميس. سمحوا لي، غدوة الدرس ما كانش، نأتوا عليه خفيف شوية. نعم، أن يلبس الشرط الأول أن يلبسه على طهارة، فلو لبسه وهو محدث لا يجوز له المسح عليه. ثاني أن تكون الطهارة مائية. ثالث أن تكون الطهارة المائية كاملة لا ناقصة. فلو غسل أحد رجليه
ولبس الخف عند المالكية ثم غسل الرجل الأخرى لا يصح المسح، وإنما يغسلهم للزوز ومن بعد يلبسوا. عند المالكية نقول، عند غيرهم يجوز، عند المالكية فلا يجوز له. نعم. الرابع أن يكون لبسه للخفين، أن لا يكون لبسه للخفين لأجل الترفه والزينة أو لخوف شقوق رجليه أو لمجرد النوم، هذه كلها لا يصح المسح، وإنما يلبسه للسنة أو يلبسه كما نقول احنا لرفع الضرر عن نفسه، ما يقدر يتوضا دائما مع البرد ومنا وكذا فيلبسوا الخف. نعم. والخامس أن لا يكون عاصيا بلبسه كالمحرم على سبيل المثال، المحرم بحج أو عمرة لا يلبس الخف رجل، أما المرأة فيجوز لها أن تلبسه. تمام. هذاك على من قال لك بكامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية، يعيد في الوقت لترك الأسفل. هنا مسح الخفين، فأما الفوق من الخف من الأعلى المسح واجب، ومن الأسفل سنة، فلو مسح الفوق وترك الأسفل فإن الصلاة صحيحة ويمسح فيما بعده إن أعاد الوضوء. تمام. عندك إذا مسح الأسفل وترك الفوق فإن وضوءه باطل وعليه أن يعيد. هذا على من قال لك يعيد في الوقت لترك الأسفل ندبا ليس وجوبا، وتارك المسح لأعلاه أبطلي، أي من ترك مسح أعلى الخف فإن صلاته باطلة وعليه أن يعيد المسح ويعيد الوضوء. نعم. تكلم في شرط المسح إزالة الطين نعم أو الشمع أو كذا أو كذا. الواجب أن تكون من الفوق ولا من الفوق؟ طبعا، لأنه من الفوق هو الواجب، هو الأصل أن ينزعها من فوق ومن تحت، لكن الفوق هو الأضبط لأنه واجب، أما التحت سنة. إيه؟ لا تنطبق على الجوارب ولا على قبلها، وإنما الجوارب لها أدلة أخرى. احنا تكلمنا فقط عن الخفين. إذا فيها أسئلة ونصلى رمضان بحول الله راه جاي، الدرس بعد العصر راح يبقى راح يتحول بعد العصر بحول الله تبارك وتعالى مباشرة كما العام الماضي. درك واش نديروا؟ هل نواصلوا دروسنا هذه؟ هل نديروا شرح الحكم العطائية؟ هل نديروا تجويد؟ هل نديروا مانيش عارف أنا يعني. نعم. قبل ما يلحق رمضان نخمو من ضروك باش تيلا موتنا نموتوا بنيتنا، بالك ربي يعطينا ثواب رمضان. نعم. المهم فكروا شوفوا واش إما التجويد، إما شرح الحكم العطائية، إما نواصل كتابنا هذا. إذا فيه كتاب أفضل أخبروني به، أو تعرفونه أخبروني به، ما كان حتى مشكل. تمام. لأنه نتدارسه فيما بيننا. متفقين؟ أن يعطيكم الأمر باش من لا تحملوا المسؤولية وحدي. وصلى الله وسلم وبارك.